بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم الأخوة، في فيديو جديد. اليوم الفيديو راح يكون على الموهبة يانيس موسولين، الموهبة اللي دايرة ضجة مؤخرا. يانيس موسولين من مواليد 20 سبتمبر 2002، ولد في فرنسا. الله يبارك، يتمتع ببنية ما شاء الله، طوله تقريبا 1.97 متر. كما تعرفوا، فرنسي الجنسية وله أصول جزائرية، يعني يقدر يلعب المنتخب الوطني إذا اختار أنه يمثل ألوان الخضر. المركز تاعو يلعب في وسط الميدان، يعني كيما بن ناصر وزرقي. المركز الحساس للمنتخب الوطني راهو يعاني في شح من اللاعبين في هذا المنصب. اللاعب بدأ مسيرته في الأكاديميات الفرنسية، وبعدها انتقل إلى الأكاديميات السويسرية. بعدها بدأ المسيرة الاحترافية في الليغ 1 في كليرمون فوت. وبعدها أيضا لعب في الدوري البلجيكي، وحاليا راهو يلعب في الدرجة الثانية الإيطالية، يلعب في سيري بي مع فريق مودينا. وكان أخبار قوية مفادها أنه اللاعب راح ينتقل لإنتر ميلان في الصيف القادم. يعني مادام اللاعب مراقب فقط من فريق كبير مثل إنتر ميلان، يعني انه اللاعب يخرج منه اللاعب. يعني اللاعب ما شاء الله كما نشوفه تاني في لمسات تاعو والتحركات تاعو، ما شاء الله يشبه اللاعب رابيو. ستيل تاعو يشبه كثيرا اللاعب الفرنسي رابيو. نتمنى من الاتحادية انه تقدر تقنعوه باش يمثل المنتخب الوطني، حتى لو ليس شرط في كأس العالم القادمة، حتى في المناسبات القادمة للمنتخب الوطني. اللاعب ما شاء الله يعني يقدر يتمركز ما بين الخطوط، يقدر يستلم الكرة ما بين الخطوط، واللي هي حاجة صعيبة كثيرا، هي أنه تطلب الكرة بين الخطوط وتستقبلها، وتقدر تدير ديسيزيون أو قرار صحيح في ذلك الضغط. لأنه طلب واستقبال والتمرير أو قرار المراوغة كله لن يتعدى 5 ثواني، وهو صعب جدا. يعني تشافي هرنانديز قال أنه أصعب شيء علمهم فيه غوارديولا وهو طلب الكرة وظهره لمرمى الخصم وبين لاعبين أو بين الخطوط. إن شاء الله الاتحادية تتمكن من أنه تتعاقد مع أو تقنع اللاعب. وما تنسوش دعمونا بزر لايك واشتراك في القناة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم.